كما تربط أجهزة تتبع لاسلكية خاصة بالحباري ليتسنى مراقبتها بعد الإطلاق. ولتكلفة سعر هذه الأجهزة تربط فقط على ما نسبته 10% من الحباري المهيئة للإطلاق. بعد الانتهاء من إجراءات الفحص وتركيب أجهزة التتبع، تدخل الحباري في صناديق بلاستيكية تمهيدا لنقلها لمخيم الإطلاق الأخير. يعتبر هذا المخيم المرحلة الأخيرة قبل الإطلاق، حيث تم اختيار هذا الموقع بعناية خاصة. فهذه الحظائر المغطاة بشبك مفتوح تنصب في أماكن مرتفعة في المواقع المقترحة للإطلاق، حيث يتيح هذا الموقع للحباري المشاهدة والاستكشاف لبيئتها الجديدة التي سوف تطلق فيها، حيث ستبقى في هذه الحظائر 15 يوما. فهذه الفترة الزمنية تتيح لها فرصة أكبر للتعلم والملاحظة فيما يدور في هذه البيئة من خلال هذا الموقع المكشوف والمرتفع. ولحماية الحباري في هذه الحظائر من الثعالب والضواري، يحاط هذا الموقع بشبك مكهرب مستمد من الطاقة الشمسية يعمل مساء لحماية الطيور من المفترسات. إن التعاون بين الجهات الرسمية في المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أثمر بإنشاء مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية، أتاح لهذا المركز من خلال التعاون البيئي المشترك لإدارة محمية مفتوحة تقدر مساحتها ب40,000 كيلومتر مربع في الجانب الشرقي للمملكة المغربية. وتتميز هذه المحمية بطابع صحراوي في المناخ والبيئة. فلو نظرنا إلى خريطة المملكة المغربية، نجد أن هذه المحمية تقع في الجهة الشرقية من المغرب، وذات طبيعة صحراوية تمتد من ميسور شرقا حتى معترك شمالا، وتمتد إلى أن تصل أبو عرفة وأنوال في الجنوب الشرقي بمساحة تتجاوز 40,000 كيلومتر مربع. وتعتبر هذه المواقع مواطن طبيعية للحبارة، الأمر الذي دفع مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة المغربية لاختيار هذه المواقع محمية مفتوحة ومجالا لإطلاق آلاف الحباري المنماة في الأسر. فهذه البيئة الصحراوية تعد البيئة المثالية للحبارة التي ترتاد الصحارى والمناطق المكشوفة، فطبيعة هذا الطائر الحذر تتناسب مع طبيعة الصحراء المفتوحة التي تتيح للحبارة مجالا واسعا للمراقبة والرصد، على خلاف المناطق المكتظة بالنباتات كالغابات والأدغال. بعد بقاء الحبارة 15 يوما في حظائر الإطلاق الخارجية، تكون بذلك قد تخطت المرحلة الأخيرة من مراحل التأهيل. فبعد انتهاء هذه المرحلة يحين موعد الإطلاق في الطبيعة. يبدأ مراقبو التأهيل برفع طرف الحظائر من إحدى الجهات ليتسنى للحباري الخروج. تمثل هذه اللحظات نقطة تحول حقيقية في حياة هذه الطيور للتأقلم والعيش في الطبيعة والاعتماد على النفس بعيدا عن الإنسان. تتعثر بعض الطيور بشبك الحماية وتحاول الخروج من هذا العائق، وبالمحاولة والخطأ تتخلص من هذه العقبة لتخرج إلى عالم الطبيعة. فأمام هذه الطيور الكثير من العقبات والمعوقات لاكتشاف بيئتها الجديدة والتأقلم معها بلا معلم أو توجيه.
إن خطط الإطلاق والتأهيل مع زيادة أعداد الحباري المطلقة ترمي إلى تحديد 4 مواقع رئيسية، حيث توضح خريطة مناطق الإطلاق لمركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المغرب 4 مناطق رئيسية للإطلاق، هي إنجيل وميسور ومعتركة وأبو عرفة، فضلا عن الكثير من المواقع الفرعية الأخرى بين هذه المناطق وفي حدود هذه المحمية الكبيرة، حيث يطلق الكثير من الحباري بشكل دوري سنوي في مواسم الإطلاق، والتي تتم عادة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام. بدأت إحصائيات الإطلاق لمركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المغرب تتضاعف من سنة إلى أخرى، وفي العام 2009 للميلاد تم إطلاق 12,500 طائر. في لحظات إطلاق هذه الطيور نتذكر بيضة كنا نراقبها باستمرار لتوثيق لحظات فقسها لحظة بلحظة، وما زلنا نتذكر الرقم 179، وهو رقم الحجل الذي ربط في قدمه في اليوم الأول لخروجه من البيضة. لقد أصبح هذا الفرخ الآن ذكرا بالغا يستعد لمواجهة الطبيعة، وحرصنا أن نضع جهاز تتبع لاسلكي على هذا الطائر الذي تربطنا به علاقة خاصة، ليتسنى لنا متابعة أحواله والسؤال عنه في المستقبل. إن هذه اللحظات ليست حاسمة لهذه الطيور فقط، بل تعتبر حاسمة أيضا لدى العاملين في مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية. فهذا الإطلاق والإنجاز ثمرة سنوات من البحث والتخطيط للوصول إلى هذه النتيجة، فلقد كانت هذه الطيور نطفا منوية بين أيديهم، ثم أصبحت بيوضا وفقست أفراخا، وها هي الآن طيور مكتملة النمو تخطو خطواتها الأولى نحو الحرية والإطلاق. فقد أسهمت هذه الجهود للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة في انتشال الحباري من وضعها العاثر في مناطق العبور والتكاثر، ليبدأ فصل مشرق جديد من حكاية هذا الطائر. لا تعتبر عملية الإطلاق في الطبيعة بعد الإكثار في الأسر نهاية المطاف لجهود الباحثين في مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المغرب، بل في هذه المرحلة تبدأ مهام وجهود أخرى لفريق المتابعة والتقييم لعملية الإطلاق لملاحظة أساليب تأقلم هذه الطيور. فهذه الحباري المطلقة للتو والمنمات في الأسر عديمة الخبرة في الطبيعة، وهناك 3 عوامل لتعلم وتأقلم هذه الطيور في بيئتها الجديدة. أولها الغرائز والسلوك الفطري المكتسب بالفطرة، ثم التعلم بالمحاولة والخطأ في مواجهة العقبات والحاجات، ثم التعلم بالاستبصار والتقليد والمحاكاة من خلال احتكاكها بالحبار الفطرية الموجودة أصلا في هذه المحمية. وتجري المتابعة الدقيقة للطيور من خلال أجهزة الإرسال اللاسلكية الدقيقة المثبتة على ظهورها، حيث ترسل هذه الأجهزة إشارات متتالية يتم التقاطها بواسطة أجهزة استقبال ثابتة ومتنقلة بأيدي فريق العمل. فمن خلال هذه الأجهزة يتم رصد الحباري المطلقة لتحديد أماكن تواجدها ليتسنى مساعدتها عند الضرورة في الأيام الأولى، ويتم مراقبتها عبر مناظير بعيدة المدى دون الحاجة إلى الاقتراب منها لتعويدها على التوحش والعيش في الطبيعة. إن العينة المنتظمة التي يتم وضع أجهزة التتبع عليها من الحباري المطلقة تعطي الكثير من النتائج التي يمكن تعميمها على الكمية المطلقة، كما أن هذه الطيور تعيش بشكل جماعي، مما يتيح للمراقبين
رصد كم أكبر من هذه الطيور التي ترافق الحبار اللاسلكية. لقد اكتشف كثير من هذه الطيور وظيفة الأجنحة للتو، ودخلت في عالم الطيران، فمكوثها منذ نشأتها في الأقفاص والأماكن المغلقة جعلها تعتقد أنها تستطيع السير على الأقدام فقط. يجهل الكثير من الحبار المطلقة حديثا مهارات الطيران المختلفة، كالتحليق السريع والمنتظم والهبوط المتزن على الأرض، وهذا يتطلب الكثير من محاولات الطيران لتكتسب الأجنحة القوة اللازمة للطيران مسافات بعيدة ومرتفعة، فضلا عن مهارات التحليق والمناورة في الجو. ومن الملاحظ أن طيران هذه الطيور في هذه المرحلة المبكرة من الإطلاق لا يتعدى مئات الأمتار بمسافات قصيرة وبارتفاعات منخفضة، وقد يتطلب الأمر بضعة أسابيع حتى تستطيع هذه الطيور تنمية مهارات الطيران بشكل محترف، وهذا ما سوف يساعدها على البقاء لمواجهة أخطار الضواري والجوارح التي سوف تقابلها في الطبيعة. يعتبر الأسبوع الأول للإطلاق أياما حاسمة في حياة هذه الطيور المطلقة حديثا، فعندما تتخطى الأسبوع الأول بنجاح في ظروف البيئة الجديدة سوف يصبح حظها أكبر بالبقاء والاستمرار في المستقبل. تقع بعض الحبار المطلقة حديثا فريسة سهلة للعقبان في أيام الإطلاق الأولى، فهذه الحبار المنماة في الأسر قليلة الخبرة وتجهل الكثير من أعدائها في الطبيعة، ولم تكتسب بعد قوة الطيران الكافية للإفلات من الخطر. فهذه الحبارة المطلقة حديثا وقعت صيدا سهلا للعقبان قبل أن تستكمل تعلم مهارات الطيران وسرعته. فعلى خلاف فريق المتابعة والتقييم، هناك فريق آخر يعمل في مجال الحماية والمراقبة للحبار بعد الإطلاق من خلال نقاط ثابتة ومتحركة تجوب المحمية لرصد أي اختراق في الصيد لتوفير الحماية لهذه الحبار القليلة الخبرة حتى لا تتعرض لأي شكل من أشكال الصيد أو الأسر. هناك الكثير من النقاط الثابتة للمراقبة تنتشر في مواقع متفرقة من مساحة هذه المحمية المفتوحة والكبيرة، ويتم اختيار النقاط الثابتة فوق الأماكن المرتفعة ليتيح للمراقبين مجالا أوسع لرصد أي خروقات للمخالفين، حيث يتم متابعة وملاحظة أي عربات غريبة تحاول التسلل للدخول إلى مناطق الإطلاق. ولقد تم تزويد النقاط الثابتة والمتحركة للحماية بأجهزة اتصال لاسلكية بعيدة المدى يتم من خلالها التنسيق بين مناطق الحمى المتفرقة لرصد ومتابعة أي خروقات أو تسلل في مناطق الإطلاق. إن وجود البدو في مناطق الإطلاق والحمى أضفى صبغة طبيعية لهذه المحمية المفتوحة، وأرسى نوعا من الأمن للحبار في المحمية من خلال التعاون بين دوريات المراقبة التي تجوب مناطق الحمى وبين البدو للتنسيق معهم لرصد مخالفات الصيد وإبلاغ مسؤولي الحماية عنها. كما أن هؤلاء البدو لا يتطلعون لصيد الحبار، فهم منشغلون مع المواشي والمراعي. كما يتبع لفريق متابعة الإطلاق فريق آخر للمتابعة الجوية بالطائرات
لتقييم عملية الإطلاق عبر المشاهدة المباشرة ومن خلال أجهزة الاستقبال اللاسلكية. فمساحة المحمية الكبيرة التي تفوق 40,000 كيلومتر مربع أتاحت للحباري التنقل في مساحات واسعة، الأمر الذي يتطلب مسحا جويا أحيانا لتحديد أماكن وجود الحباري ومتابعتها وتقييم البيئات المثالية التي تفضلها في مواقع الحمى، ولدراسة ومتابعة خط سير التنقلات الموسمية للحباري داخل مناطق الإطلاق. ويحرص فريق المتابعة الجوي على إعطاء تقارير دورية للمركز من خلال رحلاته المتكررة في أجواء مناطق الإطلاق لتقييم النتائج ومعرفة أسباب النجاح والفشل لعملية الإطلاق. لقد بدأت الحباري المطلقة حديثا تتكيف مع بيئتها الجديدة، فحاجتها إلى الطعام تدفعها إلى كيفية صيد الخنافس والحشرات مع التقاط البذور والحبوب. فهذه المحمية المفتوحة ذات المساحة الكبيرة والطبيعة الصحراوية وفيرة الغذاء للحبارة من خلال الكثير من البذور والحبوب والنباتات، فضلا عن أنواع كثيرة ومختلفة من الحشرات والخنافس. تشير تقارير المتابعة والتقييم الأرضية والجوية لعملية الإطلاق في الطبيعة إلى أن نسب نجاح عملية الإطلاق تقارب 70%، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة ومؤشر نجاح للجهود المبذولة في هذا المجال. إن مناطق الإطلاق والحمى التي تقع ضمن إقليم الهضاب الشرقية تعتبر مواقع مرتفعة نسبيا، الأمر الذي جعلها أكثر حظا في تكاثف الغيوم وهطل الأمطار، فكثيرا ما تلامس هذه السحب المنخفضة قمم هذه التلال والهضاب، فارتفاع هذا الإقليم جعل السحاب يصطدم بهذه السفوح العالية. يبدأ موسم الأمطار في إقليم الهضاب الشرقي غالبا في أوائل أكتوبر، ويتفاوت معدل سقوط الأمطار من سنة إلى أخرى، ويبقى هذا الإقليم أكثر كمية وحظا بالأمطار من الأقاليم الصحراوية المجاورة كالصحراء الكبرى جنوبا. إن لموسم المطر دورا كبيرا في استقرار واستيطان الحباري الفطرية والمطلقة، فهو يحد من الهجرة الداخلية في مواقع المحمية الكبيرة، ويقطع الطريق أمام الهجرة البعيدة بحثا عن مواطن الخضرة والنماء. الطائر 179 الذي تابعنا مراحل نموه المختلفة إلى ساعة إطلاقه، بحثنا عنه فوجدناه في الأرض الممطورة يخوض الماء بعد خوض تجربته الجديدة في الطبيعة. لقد أصبح هذا الذكر قائدا ورمزا بارزا يتبعه جول من الحباري. تجزي الحبارة عن الماء كسائر كائنات الصحراء، وتستمد حاجتها من الماء من خلال قطرات الندى العالقة بالنباتات في الصباح الباكر، ولا تشرب الماء بشكل مباشر، وإن للماء أثرا أبلغ من أن تنهل منه هذه الطيور، فهو يبشر بقدوم فصل خصب يوفر الغذاء
كما يمنح مناخا مناسبا للعيش والتكاثر. ومن الملاحظ في إحصائيات فريق المتابعة والتدقيق أن كم الحباري في المواقع الممطرة يفوق بكثير المواقع الأخرى التي لا تزال قابعة تحت الجفاف. لقد مكث في الأرض ما ينفع الناس، وبدأت دورة جديدة تدب الحياة في أركان الصحراء. في منتصف مارس، حين يتساوى الليل والنهار ويدفأ المرء بلا نار، تتفتح الأزهار وتتكاثر الأطيار. فمع اكتمال حلة الصحراء الخضراء في فصل الربيع، تبدأ الحباري بطقوس جديدة تعلن بداية موسم التكاثر بين هذه الطيور. مع دخول موسم التكاثر، يتخذ كل ذكر قطعة من الأرض تقدر ب4 كيلومترات مربعة تقريبا، فهذه المساحة تعتبر مكانا خاصا لإقامة الذكر ومسرحا لاستعراض طقوسه أثناء موسم التزاوج لجذب الإناث من حوله. حين تدخل أي من الإناث في حمى الذكر أثناء استعراضه، يبدأ الذكر بملاحقة الأنثى، فدخولها في البقعة التي يرقص عليها يراها رسالة إعجاب برقصاته واستعراضه. يعتبر الصباح الباكر في الغالب الوقت الأمثل لاستعراض الذكور، حيث يبدأ الذكر برفع ريش صدره الأبيض وسحب عنقه الطويل على ظهره ليخفي رأسه تحت كومة من الريش الأبيض. لقد انسلخ هذا الطائر عن فطرة التخفي وصار يلمح من مسافات بعيدة، وراح يستعرض رقصاته في العراء، فقد تمرد الطائر الخجول وأقدم على تنازلات خطيرة، فلم يعد يبالي بحوم الجوارح أو مراقبة الإنسان من أجل مغازلة الإناث ودعوتها لحفظ النوع. تضع الحبارة بيوضها بعد تلقيحها ب10 أيام تقريبا على شكل دحية صغيرة ملقاة على الأرض، فهو عش متواضع لا يبدو عليه شيء من التعقيد أو البناء الخاص من حوله، ولعل ذلك من أساليب حذر وحيطة الحبارة حتى لا يستدل أي من المفترسات على العش. تلصق الحبارة رقبتها الطويلة على ظهرها أثناء الرقود الطويل على البيض، كما يلعب لون ريش الحبارة دورا هاما في التمويه، فلون ريشها يشبه بشكل كبير محيط بيئتها التي من حولها، والسكون عن الحركة بهذا الوضع دور آخر من صبغة التخفي لهذا الطائر. ومن الملاحظ أن أعشاش الحبارة في المغرب تراوح بين 2 إلى 3 بيضات فقط، ويبدو لون بيض الحبارة زيتونيا ضاربا إلى الرمادي، مع عدد كبير من النقاط السوداء مبعثرة بشكل عشوائي حول محيط البيضة الخارجي. يجد فريق المتابعة للحباري بعد الإطلاق في مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية الكثير من الصعوبة في تحديد أماكن أعشاش الحباري في هذه المحمية الكبيرة التي تتخطى مساحتها 40,000 كيلومتر مربع، فضلا عن أن الحبارة تعتبر من الطيور ذات الأعشاش الأرضية، حيث تضع بيوضها على شكل دحية صغيرة ملقاة على الأرض خلف الصخور والشجيرات.
ولمساعدة الباحثين في المركز للاستدلال على أعشاش الحباري المبعثرة على مساحات متباعدة ومتفرقة، تم الاستعانة والتعاون مع البدو الموجودين بكثرة في مناطق الإطلاق لرصد الأعشاش، مع تقديم مكافأة لكل من يرشد الباحثين إلى أي من الأعشاش. فلقد خلق المركز علاقة إيجابية من وجود البدو في المحمية، ساهمت في تحقيق نتائج أفضل في الدراسة والمتابعة للحباري الفطرية والمطلقة. يحتوي هذا العش على بيضتين فقط، فلعل الحبار لا تزال في طور الوضع للبيض، وإن الخطوة الأولى بعد أن يعثر الباحثون على العش الرصد بجهاز GPS ليسهل تحديد مكانه وليتم مراقبته في المستقبل. بعد تخزين المواقع، يبدأ الباحثون بتسجيل البيانات الخاصة بهم على البيضة وفق الإحصاءات الخاصة بالأعشاش الطبيعية في مناطق الإطلاق والحمى. بعد التسجيل الأولي على البيضة، يبدأ الباحث بوزن البيضة بميزان متنقل للبيض، وغالبا ما يكون الوزن الطبيعي للبيضة 65 جراما. عند ملاحظة الكثير من أعشاش الحبارة في الطبيعة، نجد أن هذا الطائر يختار مكان وضع البيض بعناية شديدة وبذكاء فطري. فالبعض من الحباري تضع بيوضها على أرضيات مرتفعة نسبيا، خشية على البيض من جرف السيول أثناء الأمطار الغزيرة. وحبار أخرى تضع بيضها على الرمال الناعمة، وهي أرضية آمنة من جرف السيول أثناء هطل المطر بكميات كبيرة. وكثيرا ما يقع الإنسان في مواجهة مباشرة مع السيول بسبب التقدير الخاطئ للمواقع. أما هذا الطائر فقد اختار مواقع عشاشه بعناية وذكاء بعيدا عن جواد تصريف السيول. وعلى خلاف الكثير من الطيور، تهتم أنثى الحبارة فقط برعاية وحضانة البيض، فالذكور لا تشارك في الحضانة ولا في تربية الأفراخ مستقبلا. وخلال فترة الحضانة لا تغادر الأنثى البيض سوى مرتين فقط، في الصباح الباكر وفي المساء، للبحث عن الطعام، حيث تبقى راقدة على البيض أكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد. فغياب الأنثى لفترات طويلة عن البيض يفقده درجة الحرارة المثالية التي تقارب 37 درجة مئوية، فهذا المستوى ضروري للمحافظة على سلامة البيض، ولذا تحرص الحبارة بالفطرة على عدم مغادرة العش إلا في أوقات نادرة. تستمر حضانة الأنثى للبيض حوالي 23 يوما، بعدها يحين موعد الفقس، حيث يبدأ الفرخ بنقر البيضة بشكل دائري لتدخل أولى نسمات الأكسجين من هذه الثقوب الصغيرة إلى الفرخ. هناك فارق زمني في موعد الفقس لكل بيضة في العش الواحد، وغالبا ما يكون هذا الفارق من يوم إلى يومين على أبعد تقدير. يخرج الفرخ من البيضة مكتمل النمو ومغطى بالريش الكامل وقادرا على التنقل مع أمه بعيدا عن العش، إلا أن على الأم والفرخ الانتظار حتى تفقس البيضة الأخرى. إن هذه الحبارة اللاسلكية مع أفراخها الثلاثة
تمثل النجاح الحقيقي لمركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المغرب. فبعد نجاح تجربة إكثار الحبارة في الأسر مع نجاح تجربة الإطلاق في الطبيعة، هذا نجاح آخر بتكاثر الحبار المطلقة في الطبيعة. فهذه الحبارة التي نشأت وترعرعت في الأسر وهيئت للإطلاق وفق برنامج خاص، بدأت تتكاثر بشكل طبيعي، واكتسبت جميع مهارات وقدرات الحبارة الفطرية الأخرى بنجاح. بعد فقس جميع الأفراخ، تغادر الأم مع أفراخها العش دون رجعة، فمهمة العش تنتهي مع فقس آخر بيضة، لتبدأ الصغار تتبع أثر الأم لاكتشاف بيئتها الجديدة واكتساب المهارات منها. لا تترك الأنثى الأفراخ في المرحلة المبكرة من مغادرة العش إلا في حالات الخطر أحيانا، فابتعادها عن أفراخها يوفر لهم شيئا من السلامة والأمن. فبعد أن أرسلت أصواتا خاصة دعتهم للاختفاء وعدم الحركة، حيث تملي عليهم غريزة البقاء التجمد في مكانهم. فالأم بخبرتها تحسن التعامل مع الخطر، فهي تستطيع العدوى السريع مع الطيران إذا لزم الأمر، على خلاف هذه الأفراخ قليلة الخبرة والممارسة في الطبيعة. تبدو نسبة الخطر على الأفراخ بعد الفقس ومغادرة العش أكبر من مرحلة البيض، فقد أصبحت الأفراخ أهدافا متحركة للمفترسات من حولها. تخفي الحبارة صغارها تحت أجنحتها، وتأخذ وضع التخفي ما دام الخطر قائما في الأفق، ومع زوال الخطر تنهض عنهم وتتبعها صغارها التي تعلمت درسا جديدا هذا الصباح في الطبيعة. تحرص الأم في بداية مغادرتها العش مع أفراخها على إطعامهم بشكل مستمر من الحشرات مع الحبوب والبذور الصغيرة بواسطة منقارها. كما تعتبر الديدان العشبية الخضراء أفضل الوسائل لتعليم أفراخ الحبارة كيفية التقاط الغذاء دون الاعتماد على الأم. إن من حكمة الخالق تزامن موسم تكاثر الطيور بأنواعها مع دورة حياة الكثير من الديدان واليرقات التي تكثر في موسم الربيع حول النباتات الموسمية، لتؤمن وفرة الغذاء للكثير من الطيور وأفراخها التي تضع بيوضها في زمن متقارب على الرغم من اختلاف أشكالها وأنواعها. فهذه المواقع الخضراء والخصبة تهاجر إليها الكثير من الطيور بأنواعها كمناطق مثالية للتكاثر. فطيور القطا تقطع مسافات بعيدة مهاجرة على شكل أسراب كبيرة ومتفرقة، وتحط في مواطن الخضرة للتعشيش والغذاء. يتزامن موعد تكاثر القطا مع الحبارة وسائر الطيور. تبدو بيوضها صفراء اللون محاطة ببقع بنية داكنة، وتتشابه مع الحبارة بأعداد البيض وبطريقة التعشيش. لم يقتصر غذاء الحبارة على الديدان والحشرات والزواحف الصغيرة فقط، بل امتد إلى صغار الطيور أيضا. فهذه الأفراخ الصغيرة للقبورة المقرنة تعتبر من الوجبات التي تتغذى عليها الحبارة. ويكمن الخطر على هذه الأفراخ في الأيام الأولى قبل أن تدرج من عشاشها، لذا يحرص الزوجان على إطعام الأفراخ بصورة منتظمة ومركزة ليشتد عودها لتغادر العش بأسرع وقت ممكن، وتصبح قادرة على التنقل والهرب عند الخطر.
تتكيف أفراخ الحبارة في أيامها الأولى مع ظروف مناخ الصحراء بمداه الحراري الطويل المتفاوت في درجات الحرارة والمتقلب في أحوال المناخ. تفقد الحبارة في الغالب من فرخ إلى فرخين في الطبيعة، فالمفترسات بأنواعها المختلفة من الضواري والزواحف والجوارح تفترس الكثير من الأفراخ في الأسبوعين الأولين، وغالبا ما ينجو فرخ واحد في نهاية المطاف. فهذا الفرخ الذي يبلغ شهرا من العمر يعتبر قد تخطى مرحلة الخطر تقريبا. تشير الكثير من الدراسات والإحصائيات إلى أن الحبارة المغربية أو الإفريقية ضيقة الهجرة عند مقارنتها بالحبارة الآسيوية، وذلك لاعتدال المناخ في المغرب، فهي لا تتعرض إلى برد قارس كما هو الحال في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ولا إلى درجات حرارة مرتفعة كما هو الحال في مناخ شبه الجزيرة العربية. فالحبارة الأفريقية هجرتها داخلية ضيقة من المغرب إلى الجزائر، ولا تتعدى شمال أفريقيا، والمهاجر منها لا يتخطى أكثر من 700 كيلومتر. أما الكثير منها فمقيم طوال السنة في هذه البيئة، ويعتمد تنقلها على التغيرات الموسمية التي تتم بين الفصول. أما الحبارة الآسيوية والتي تبدو مطابقة بالشكل والحجم مع الحبارة الإفريقية، فهي ذات قدرة عالية على الطيران بشكل مستمر وطويل، وتعتبر مهاجرة بخطوط بعيدة ونائية، على خلاف الحبارة الإفريقية ضيقة الهجرة. تظهر خرائط الدراسات التي قام بها المركز 3 خطوط رئيسية لهجرة الحبارة الآسيوية، حيث تهاجر في فصل الخريف في سبتمبر تقريبا، قادمة من مناطق التكاثر في آسيا الوسطى عبر منغوليا والصين، مرورا بكازاخستان وتركمانستان، ثم الباكستان وإيران والعراق، قاطعة آلاف الكيلومترات في طريقها نحو شبه الجزيرة العربية بوصفها معتدلة في الشتاء. ولأهمية الحبارة الآسيوية التي تعتبر المهاجر التقليدي في جزيرة العرب، ولتعويض ما تفتقده الطبيعة من هذه الطيور بسبب الصيد والأسر، أنشأت هيئة البيئة في أبو ظبي مركزا متكاملا لإكثار الحبارة الآسيوية في سويحان بمواصفات خاصة وفق نظام المباني المغلقة بدلا من الأقفاص المفتوحة لظروف المناخ الصحراوي الحار الذي حال دون نجاح تجارب السنوات الماضية في هذا المجال. أما هذه المباني المغلقة في برنامج الإكثار فيتم التحكم في درجة الحرارة ومدة الضوء وشدته، والتي تعد من العناصر الأساسية لنجاح برنامج الإكثار. لقد استطاع هذا المركز أن يتغلب على الكثير من المشاكل والمعوقات. بعد استخدام تقنية المباني المغلقة، بدأ إنتاج المركز يتضاعف من سنة إلى أخرى، ووصل إنتاجه في عام 2010 للميلاد أكثر من 1600 طائر، وساهم الكم الأكبر من إنتاجه في تعزيز أعداد التربية في المركز. ولتجربة عملية الإطلاق في صحراء الإمارات، بدأت الهيئة بأعداد قليلة من الحبارة لتقييم وملاحظة التجربة، حيث أطلق المركز أعدادا من هذه الطيور في المنطقة الغربية لأبو ظبي في صحراء بينونة، والتي تعتبر معبرا للحبارة
المهاجرة بشكل فطري. فهذه الأعداد الأولية للإطلاق تمثل عينة دراسة لتقييم كيفية تأقلم هذه الطيور مع البيئة الصحراوية الجافة. وتعد هذه البيئة ذات غطاء نباتي كثيف، مما يوفر الغذاء للحبارة المطلقة في هذه الصحراء. تمثل هذه الخطوات الحذرة في اكتشاف الطبيعة أصعب الخطوات في حياة هذا الطائر، فأمامه عالم مجهول واسع الرحب بعيدا عن الأقفاص والحظائر، وعليه أن يعتمد على مهارته فقط ليكتسب الخبرات اللازمة للبقاء في التقاط الغذاء واكتشاف الأعداء. يتزامن موعد إطلاق الحبارة في صحراء بينونة مع موعد هجرة الحبار الفطرية، فاتصال الحبار الفطرية المهاجرة مع الحبار المنماة في الأسر يكسب هذه الحبار المطلقة حديثا خبرات كثيرة. فهذه الحبار البرية المهاجرة التي تسير في مقدمة هذه الحبار تقوم بدور الموجه والمعلم للحبار المطلقة التي تتبعها، وتتعلم منها مهارات في التقاط الغذاء والطيران مع أساليب التخفي والحذر فضلا عن الهجرة. وعلى خلاف الإطلاق وفق نظام التأهيل في الحظائر، بدأ الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة في أبو ظبي بدراسة نموذج جديد للإطلاق لتقييم مدى نجاحه وفعاليته، وهو ما يسمى بالإطلاق الصعب، حيث يعتمد هذا الأسلوب على إطلاق الحبار بشكل مباشر إلى الطبيعة دون المرور بمراحل التأهيل في حظائر الإطلاق. فاختيرت عينة من الحبار لدراسة هذه التجربة عليها لتقييم مدى نجاحها مع مقارنتها بنسب نجاح عملية الإطلاق وفق المراحل الكاملة للتأهيل في الطبيعة. بعد مرحلة الإطلاق يبدأ فريق المتابعة والتقييم بمتابعة الحبارة لتقييم نتائج الإطلاق، وتبين التقارير الأولية أن الحبار المطلقة وفق نظام التأهيل في الحظائر أكثر توحشا وحذرا في الطبيعة من الحبار ذات الإطلاق الصعب. تشكل الثعالب الخطر الحقيقي على الحبار المطلقة في أيامها الأولى، فقبل أن تكتشف بيئتها الجديدة وتكتسب الخبرات اللازمة للبقاء، تبدأ الثعالب بملاحقتها والترصد لها بكافة الوسائل. يستعين الثعلب بحاسة الشم القوية التي يمتلكها في تحديد أماكن الحبار ورصد مواقعها لتبدأ رحلة المطاردة. فحين تلمح الحبار الثعلب بشكل مباشر قبل أن يستطيع الاختباء، يبدأ بحيلة الاستموات، حيث يطرح نفسه على الأرض ويتدحرج على الرمال حتى لا يدفع الحبار إلى الفزع أو اللجوء إلى الطيران، لتبقى في مجال متابعته ورصده على الأرض. تراقب الحبار هذا المشهد ولا تستشعر مستوى الخطر الذي يخطط له هذا الماكر. تدرج الحبار بشيء من الحذر بين الرمال والكثبان، ومع خروجها من مجال رؤيته ينهض الثعلب من جديد ويستمر بملاحقتها من بعيد دون أن يشعرها بوجوده من حولها. ويتطلب الأمر صبرا شديدا وحذرا في المتابعة من الثعلب، فالثعلب صياد ماهر يحسن انتهاز الفرص بمخزونه الكبير من المكر والدهاء في اصطياد ومتابعة الفرائس.
ولا تشكل هذه الحبارة قليلة الخبرة في الطبيعة صيدا صعبا على الثعلب الذي سوف يستدرجها خلف الأشجار والرمال ويفترسها بعنصر المفاجأة. تشير تقارير ونتائج المتابعة إلى أن الحبار المطلقة بأسلوب الإطلاق الصعب بدون تأهيل في حظائر الإطلاق تتعرض إلى افتراس الثعالب 5 أضعاف ما تتعرض له الحبار المطلقة وفق التأهيل في حظائر الإطلاق لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين تقريبا قبل الإطلاق في الطبيعة. تكشف أجهزة التتبع اللاسلكية المتنقلة الكثير من فرائس الثعلب الذي يخفي معالمها ويدفنها في الرمال ليعود إليها عند الحاجة. إن الحبار التي تبقى مدة زمنية في حظائر الإطلاق تتعرف على الكثير من الأعداء أثناء بقائها شهرين كاملين في حظائر التأهيل، فمع الإطلاق تصبح أكثر خبرة من الحبار المطلقة بأسلوب الإطلاق الصعب. ولقد بدأت تظهر مؤشرات إيجابية للتكاثر في هذه التجربة الوليدة والحديثة التي لا تزال في طور الدراسة والملاحظة والتقييم. تلك رقصة أمل لبداية عهد جديد، فقبل عقود من الزمن ودعت الحباري إلى الأبد الاستعراض والتكاثر والاستيطان في جزيرة العرب. كما تشير تقارير المتابعة الدورية التي سجلها فريق المتابعة بعد الإطلاق إلى حالات اقتران وتزاوج بين بعض الذكور والإناث، وهذا ما يبشر بتكاثر طبيعي بين الحبار المطلقة في صحراء الإمارات. ولعل التكاثر الفطري أسمى الأهداف للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة. ولتعزيز مراكز الإكثار وإنتاج الحبار، أنشأ الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة في المغرب أيضا مركز إنجيل، والذي يعتبر أكبر مركز إكثار للحبار في العالم كمنشأة وقدرة على الإنتاج. فمخطط لهذا المركز فقط إنتاج 10,000 طائر سنويا في عام 2014. إن جهود الإمارات في مجال إكثار الحبارة عبر الكثير من مراكز الإنماء في الأسر أدت دورا كبيرا في إكثار وتكاثر الحبارة بشكل آمن، بعد أن شكك الكثير من المراقبين في قدرة الحبارة على تخطي أوضاعها العاثرة بين الأسر والصيد وتدهور البيئات الطبيعية التي تعيش فيها. وجدير بالذكر أن جميع مشاريع إكثار الحبارة هي إحدى الرؤى البيئية والثقافية للشيخ زايد رحمه الله لحفظ التراث وتناقله بين الأجيال. ويعتبر الشيخ زايد رحمه الله الرمز الأبرز لإحياء هذا التراث، وأحد الأسباب الأكثر تأثيرا في دفع الكثير من الأجيال بشكل غير مباشر نحو الصيد بالجوارح. فقد كان لهذه الشخصية البدوية التي لا يبدو عليها شيء من الادعاء أو التكلف أثر كبير في نفوس الشباب، ومثالا حيا من عوامل انتشار هذا التراث.
فعمليات الإكثار في الأسر والإطلاق في الطبيعة شكلت مبادرة رائدة ومثالا حيا جسد العلاقة بين التراث والطبيعة من خلال إكثار الطرائد وزيادة أعدادها في الطبيعة والموازنة بين متطلبات الصيد بالصقور. فهناك استراتيجية خاصة بتنظيم عمليات الصيد في مركز الإمارات بالمغرب تعتمد بشكل أساسي على أعداد الحباري والصيد في مواقع معينة وفي مواسم محددة ووفق كمية لا تتعدى ربع كمية الإطلاق السنوي. إن الوضع الآمن للحباري بعد ازدياد نسب التكاثر وعمليات الإطلاق أفسح المجال لمواسم محددة للصيد في الشتاء قبل موسم التكاثر في فترة لا تتجاوز 3 أسابيع في الغالب. وضع مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية استراتيجية خاصة للصيد، فهناك مواقع دعت الاستراتيجية الخاصة إلى وضعها محمية بشكل مطلق من الصيد، وهي التي تم رصد أكبر قدر من الأعشاش في محيطها. وهناك مواقع أخرى متاح فيها الصيد في مواسم محدودة وفق الرؤية الخاصة بالمركز. فهذه الاستراتيجية الخاصة بالصيد تحافظ على البيئة وتحفظ التراث. يعتبر الصيد بالصقور أسلم الطرق في المحافظة على البيئة والتراث معا، وأكثر وسائل الصيد شبها بوسائل الطبيعة. فهناك طائر يصطاد طائرا في نزال متكافئ مع فرص للنجاة بين المقاومة والهرب، فلا يمكن الجزم بأن جميع الصقور تستطيع اصطياد الحبارة، فهناك فروقات في التدريب والفراسة والسرعة بين الصقور. وللحبارة أساليب في الإفلات بين الانسحاب والمواجهة والتخفي، فحين يعزم الصقر على المواجهة تبدأ الحبارة بضربه بأجنحتها وأرجلها كأسلوب آخر من أساليب الدفاع، إلا أن المخلب الذي بدأ بتمزيق جسدها يدفعها للانسحاب من المواجهة، ولكن الصقر لا يجعل لها مجالا للفرار فقد عزم على افتراسها. يلعب التخفي دورا هاما وفعالا في نجاة الحباري من الخطر، حيث يخفق الصقر على الرغم من قدرته البصرية الفائقة في أن يلمح الحبارة أثناء وضع السكون والتخفي، فمع استشعارها للخطر تختفي خلف الشجيرات وتلصق رقبتها بجسمها وتلقي بنفسها على الأرض بلا حراك أو التفات. وحين تصبح الحبارة هدفا مكشوفا للصقر تتخذ أساليب أخرى في مواجهة الخطر، حيث تبدأ بنفش ريشها ليكبر حجمها أمام الخصم ليتردد في الهجوم عليها. وقد يتردد البعض من الصقور حين يشاهد الحبارة بهذا المشهد ليحط على الأرض لترتيب أوراقه وإعادة حساباته. تعتبر الحبارة أكبر حجما من الصقر في الطبيعة، ومع استخدام الحبارة لأسلوب مضاعفة الحجم تصبح أكبر حجما وأهيب منظرا، إلا أن هذه الحيلة لا تنطوي على جميع الصقور. تحرص الكثير من الحباري على مواجهة الصقر على الأرض دون اللجوء إلى الطيران، فأساليبها بالتخفي ومضاعفة الحجم والضرب بالأجنحة كله يتم على الأرض، إلا أن هذا الصقر الصغير بحجمه أمامها يمتلك المخلب الذي يعتبر السلاح الحاسم في هذه المعركة. كما تسلك الحباري أسلوب الدفاع الجماعي أثناء مواجهة الصقر، وهو أسلوب تتبعه الكثير من الحيوانات والأسماك أثناء الخطر.
فحين تجتمع الحباري بهذا الكم وتستعرض بريشها لمضاعفة أحجامها، يحجم الكثير من الصقور في الإقدام المباشر على هذا الجمع، لتبدأ المناورة وجس النبض لتفريق الجمع. إلا أن الحباري تستشعر مستوى الخطر الذي يحيط بها، فتظل دائرة الدفاع الجماعي متماسكة وتتحرك شيئا فشيئا للابتعاد عن الخطر. وتحرص جميع الحباري للبقاء في وسط الدائرة لتصبح في مأمن من خطر المواجهات. يستمر الصقر بالمناورة والهجوم فوق مجموعة من الحباري، ويراهن على تفريق الجمع دون اختراقه. وقد تحقق للصقر ما أراد لينفرد بالقاصية من الحباري عن الجمع، وإنه لدرس من الطبيعة في السياسة يجهله الكثير بين الحباري والصقور. إن أسلوب الدفاع الجماعي الذي تسلكه الحباري عند إحساسها بالخطر يهدف لإرهاب الصقر بالكم المجتمع أمامه، ولا يعزم على اختراق هذا الجمع إلا النادر من الصقور الواثق ذي القلب الجسور. فهذا الصقر لا يقعقع عليه بكم ولا بريش، فقد أقبل مستجمعا قلبه وقوى وعزم على اختراق الجمع. هل ضحى الخرب بنفسه وهو يقدم على منازلة هذا الجارح الجسور؟ لحظات وسوف يكتشف أنه أقدم على انتحار حقيقي. حين تلمح الحبار الصقر من مسافات بعيدة لا تأخذ وضع التخفي بعد أن أصبحت هدفا مكشوفا، حيث تلجأ إلى الطيران. فالمسافة بين الصقر والحبارة تعطي الحبارة فرصة للنجاة والهرب، وتتطلب جهدا أكبر على الصقر للحاق بها. وتعتبر الحبارة في الغالب ذات قدرة عالية على الاستمرار في الطيران لساعات طوال، مما يوفر لها النجاة في الكثير من الأحيان. أثناء احتدام المطاردة الجوية بين الصقر والحبارة، تتجه الحبارة صوب الشمس بشكل مباشر كأسلوب آخر من أساليب الدفاع لتجهر الصقر أثناء المتابعة. إلا أن الحسم في المطاردة يعتمد على سرعة الصقر قبل أن يستنفذ لياقته وجهده في الطيران. إن إنجازات الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة في أبو ظبي ساهم في إنقاذ الحباري وزيادة أعدادها ودراسة أحوالها ومتابعة بيئاتها التي تعيش فيها، من خلال إنشاء مراكز الإكثار في الإمارات والمغرب وكازاخستان. فلقد كانت هذه الجهود بلسما في حياة هذه الطيور، فقد أعادتها إلى جادة الإكثار والتكاثر بعد أن كانت على حافة الانزلاق في هاوية الفناء. كما أسفرت هذه الإنجازات بصيصا من الأمل المشرق في آخر النفق المظلم لمستقبل الحبارة. لا يمكن الاعتماد فقط
على جهود الإكثار كحل فعلي وحيد يحول دون مواجهة هذه الطيور خطر الانقراض. فلا بد أن تتضافر جميع الجهود للهيئات والمنظمات البيئية المختلفة في حماية هذا الطائر، وأن يعيد كثير من الصيادين حساباتهم في جرعات الصيد المسرفة التي طالت أسرابا من الحبار طيلة عقود من الزمن. فلنعد كفة التوازن في حياة هذا الطائر المحلق بالتراث والمثقل بالجراح قبل أن تصبح الذكريات الفصل الأخير من حكاية هذا الطائر.